كتير منكم بيفتكر إن الخريطة الفلكية هي تنجيم توقعات أو حظ. بس الحقيقة الخريطة دي هي لقطة للسما وقت ما انت اتولدت. يعني هي الكتالوج الخاص بيك اللي متفرغ فيه كل جوانب شخصيتك. الخريطة دي بتكون متقسمة ل 12 بيت. كل بيت فيهم هو بمثابة غرفة في حياتك، فيها أسرار لو عرفتها هتعرف ازاي تتعامل مع الواقع بتاعك بشكل صحيح. الخريطة الفلكية بتاعتك بتكون شاملة كل تفصيلة في حياتك. لما بنفهم البيوت دي بنفهم احنا ليه بنتعطل في حتة وبننجح في حتة تانية. الخريطة هنا مش عشان تقولك ايه اللي هيحصل لك وتتنبأ لك بالمستقبل خالص. الخريطة عشان تقولك ازاي تستغل الادوات اللي ربنا اداها لك بأحسن شكل. بس خليني اقول لكم على التقنية اللي لأول مرة في العالم بنوفرها لك، وهي دمج الخريطة الفلكية بمسارات الطاقة الحيوية بجسمك. احنا مش بنقرا لك الخريطة الفلكية كأماكن كواكب وبيوت، احنا بنربط خريطتك الفلكية بمسارات طاقتك الحيوية جوه جسمك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنشوف البيت اللي فيه تحدي عندك في الخريطة فين، وبنعرف هو مأثر على أنهي مسار طاقة في جسمك حاليا. يعني كمثال مثلا لو عندك تعطيل في البيت العاشر اللي هو بيت المهنة، بنقدر نعرف من خريطتك المدمجة ان المسار المسؤول عن الإرادة او الرؤية عندك في احتقان طاقي. طب ايه فايدة ده لما نعرفه؟ الفايدة هنا اننا مش بنشخص المشكلة، احنا بنعرف مكان فك الشفرة جوه جسمك فين. بدل ما نقعد نعدل الظروف اللي بره بنبدأ نشتغل على المسار في جسمك والمرتبط بالبيت ده في الخريطة. لما انت بتفتح المسار ده حركيا وطاقيا البلوك اللي في الخريطة بيبدأ يتفك والواقع بيتغير بمنتهى السهولة. ده الدمج اللي بيخليك قادر تدير طاقة حياتك من جواك. خليني اديكم مثال عشان اوضح لكم الصورة اكتر. لو عندنا واحدة الخريطة بتاعتها بتقول ان هي عندها تعطيل او زاوية ضغطة في البيت التاني. البيت التاني ده وهو بيت المال والممتلكات. الطبيعي ان هي تكون بتحس ان الفلوس بتيجي عندها بصعوبة او حتى بتطير منها بسرعة، ومهما سعت الابواب دايما مقفولة قدامها. هنا بقى بيجي دور الخريطة المدمجة. لما احنا بنبص على مسارات طاقتها بنكتشف ان التعطيل في بيت المال في الخريطة مترجم في جسمها لانسداد في مسار الكلى مثلا. والكلى في علم الوعي هي مخزن الخوف. فاللي بيحصل هنا ان البنت دي عندها خوف طاقي قديم من الفقد او من عدم الامان، وده مرتبط بشكل مباشر بشكرة الجذر عندها. فالخوف ده قافل مسار الكلى وبالتالي قافل طاقة الاستقبال في بيت المال. مهما حاولت تشتغل التردد الطاقي بتاعها بيقول أنا خايفة، فالمال هنا بيبعد عنها. الحل بيبقى إيه؟ بدل ما نقعد نقول لها اشتغلي أكتر، إحنا بنديها تمارين وترددات معينة لفك احتقان مسار الكلى وتفريغ طاقة الخوف اللي مسيطرة عليها دي. أول ما المسار ده يتفتح الشفرة اللي في الخريطة بتتحرر، وتلاقي فجأة بيت المال عندها بدأ يتفعل والفرص رجعت لها من تاني. احنا بنصلح النسخة الداخلية عشان الواقع يتعدل تلقائيا. لو انت حابب تحصل على تحليل شامل لخريطتك الفلكية المدمجة بمسارات طاقتك وتفهم فين الخلل الحقيقي في مساراتك، تقدر تتواصل عبر الواتساب الموجود على الشاشة او الموجود في البايو.